تنظيم الوقت من أهم المهارات اللي بتميز أشطر طلاب الثانوية العامة، عشان كده عملت الفيديو ده لوحده عشان يساعد طلاب كتير إنها تنظم وقتها. طب ايه هي الطريقة اللي ممكن انظم بيها وقتي؟ هقولك تنظيم الوقت مهارة مهمة جدا لازم تتعلمها وتطبقها في حياتك، لانها باختصار بتنظم حياتك كلها من جميع الجوانب، سواء صلاة او مذاكرة او حتى لعب. تنظيم الوقت مهارة مهمة جدا لان انت لو مش منظم وقتك هتضيع حتى لو انت كنت شاطر جدا. عشان كده هقولك على بعض الاسرار اللي هتساعدك انك تنظم وقتك. اول حاجة انك تشتري نوت بوك صغيرة وتخليها دايما في ايدك وعلى المكتب بتاعك، بحيث انك تكتب فيها مواعيد الدروس والامتحانات اللي عليك، وكمان تكتب فيها المواد اللي هتتذاكر النهارده وايه اللي ممكن تاجله كمان لبكره. لان باختصار لما تكتب كل الحاجات اللي لازم تعملها وتبدا تقسمها او توزعها على الوقت اللي عندك، هتكون دايما متحكم في الوقت وبالتالي مش هتحس انك مضغوط. دي هتكتشف اهميتها مع اول اسبوع دروس في السنه، ومع الكم اللي انت هتاخده وهيكون كبير بالنسبه لطالب لسه طالع من اعدادي والمستر كان بيقسم له الدروس على مره او مرتين مثلا. تاني اهم سر، اوعى تراكم حاجه عليك، ذاكر اول باول لان التراكمات حلقه مش هتنتهي طول الترم او السنه، وطبعا المناهج مش هتقف تستناك تلم المتراكم فيها. تالت سر واللي الناس ما بتهتمش بيه كتير هو تنظيم النوم. لو عاوز تنظم يومك نظم نومك، يعني باختصار لو نومك متظبط حياتك هتكون كمان متظبط. لازم تنام 8 ساعات في اليوم على الاقل، ويستحسن يكونوا ورا بعض. والناس في ثانوي عام نوعين، اول نوع هو بينام بعد ما يرجع من الدروس على طول، يا دوبك بس بياكل بسرعه ويغير هدومه وينام، وبعدين يصحى يذاكر لحد ما يروح الدروس تاني يوم، وبيكون عنده وقت كبير جدا مفيش فيه اي دوشه او حد بيشوشر عليه وهو بيذاكر، يعني بيذاكر بالليل والناس نايمين. حرفيا الناس كلها بتبقى نايمه في الوقت ده ومحدش صاحي، وكمان بتبقى وقت كبير قدامك والوقت تركيزه بيبقى كبير عشان مفيش حد يكلمك او حد يتكلم جنبك. تاني نوع بقى وهو اللي بينام بدري ويصحى بدري يصلي الفجر وبعدين يبدا مذاكره على طول، يعني مثلا ممكن يذاكر من بعد الفجر لحد الظهر ما يبدا مثلا. النوع ده بيبقى منظم مواعيد الدروس بتاعته اللي بينزلها اوفلاين من بعد الظهر، كده يقدر يكون عندك وقت كبير جدا تذاكر فيه المواد وما تراكمش اي حاجه عليك اول باول. النوعين دول من الطلبه بيبقوا منظمين وقتهم كويس جدا، عشان كده عاوزاك تختار نوع من الطلبه ضم تكون زيه. النوعين دول بيبقوا منظمين وقتهم كويس جدا، عشان كده عاوزاك تختار نمط من نمطين تبقى زيه، او تنظم وقتك زي ما هو بينظم بالظبط. نيجي بقى على الجزء الاجتماعي اللي هو الاصدقاء والبيئه المحيطه بيه. مبدئيا كده ابعد عن اي حد بيسبب لك طاقه سلبيه او احباط من ناحيه المذاكره، او اي حد بيشغل وقتك في حاجه غير المذاكره، صحاب او زمايل او غيره يا ريت تتجاهلهم تماما، وصاحب ناس سويه نفسيا، ناس تشجعك على المذاكره وتاخد بايدك دنيا ودين. بلاش تصاحب ناس يبعدوك عن ربنا وعن مذاكرتك، واحنا طبعا عارفين ان الصاحب ساحب، فخلي بالك قوي من صحابك والبيئه اللي حواليك، صاحب حد يتمنى لك الخير. تاني حاجه في الجزء الاجتماعي واخطر حاجه موجوده فيه هي السوشيال ميديا، يا ريت تعرف تتحكم فيها كويس جدا وبلاش تخليها هي اللي تتحكم فيه. بلاش جروبات الفيس اللي بتدخل فيها وهي كلها اصلا عباره عن صياح واحباط وتضييع وقت على الفاضي. طبعا كلنا عارفين انها مش مهمه وبتضيع وقتك وتخليك تقضي وقت اطول على الابلكيشن وخلاص، فيا ريت تفلترها وتفلتر الناس اللي محتواها مش مفيد وبيضيع وقتك وقيمك على الفاضي، يعني اعمل لهم انفولو او الغاء متابعه على طول. وانا متاكده تماما ان في ناس بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي وعندها ناس كتير بتضيع وقتها على الابلكيشنز وبتقضي قدامها وقت كبير جدا على الفاضي. يا ريت تفلتر جميع الابلكيشنز اللي عندك على الموبايل، سواء يوتيوب او فيسبوك او انستا او كمان تيك توك. وقتك مش ببلاش. في كمان نصيحه مهمه جدا في الفيديو ده حابه اقولها، اوعى تصدق نوعيه الناس اللي دايما بتقول لك وفر طاقتك لثالثه ثانوي وما تذاكرش وما تتعبش نفسك وما تروحش دروس والكلام ده كله. دي غلطه كبيره جدا او فخ كبير جدا اوعى تقع فيه، لان المذاكره بالظبط عامله زي بناء العضلات، لازم عشان تبني عضلات لازم تدريبات وتمارين باستمرار. لو وقفت جيم مثلا بتلاقيك رجعت تاني لنفس النقطه اللي انت كنت فيها. وكذلك المذاكره والكم اللي انت بتقدر تذاكره في اليوم، والمستوى الدراسي بتاعك طول اولى وثانيه ثانوي ده حلو قوي، حافظ عليه وحاول تعليه دايما لنقطه اكبر من كده وما تقفش عند ليفل معين، لان مستواك في اولى وفي ثانيه هيأثر على مستواك في ثالثه. فذاكر وجرب المدرسين وطرق المذاكره اللي بتمشي معاك وبتعلي مستواك. حاول كمان تستفيد وتتعلم من اخطائك ومشاكلك الوقتي، وحاول كمان تحلها عشان ما تبقاش عقبه في طريقك بعدين. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وافادكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.